السلام عليكم. النهاردة هنتعلم مع بعض ازاي نكبر او نصغر صورة باستخدام لغة فيجوال بيزك باستخدام أداة التراك بار. فكرة سهلة خالص. هنحط صورة جوه أداة اسمها بيكتشر بوكس، بعد كده نضيف أداة اسمها تراك بار. لما نحرك التراك بار ده الصورة هتكبر أو تصغر مباشرة على حسب قيمة المؤشر. بينا بقى نبدأ. أول حاجة هنعملها هي إضافة الأدوات اللي احنا هنحتاجها من التول بوكس اللي هو على الشمال ده. نبحث عن أداة البيكتشر بوكس ونضيفها على الفورم. دي بقى الأداة اللي هتحط فيها الصورة اللي احنا عايزين نكبرها أو نصغرها. بعد كده هضيف أداة التراك بار، دي بقى هنستخدمها لتحريك المؤشر يمين أو شمال عشان نكبر ونصغر الصورة. نضيف كمان بس كده ليبل عشان بس نعرف كده المستخدم هيعمل ايه في البرنامج ده. نبدأ بقى نرتب الأدوات على الفورم، نكبرها أو نصغرها حسب الشكل اللي احنا عايزينه. نحط التراك بار تحت الصورة، ليبل كده يكون فوقهم. دلوقتي بقى انا هقف على البيكتشر بوكس اللي انا ضفتها. لازم بقى اغير خاصية السايز مود الخاصة بالبيكتشر بوكس، نخليها ستريتش ايمج عشان الصورة تتمدد او تصغر حسب حجم البيكتشر بوكس لما نغيره بتراك بار. دلوقتي بقى انا هقف على تراك بار. اول حاجة هخلي الفاليو بتاعها 0 زي ما هي، دي القيمة الابتدائية للمؤشر. بعد كده هنظبط خاصية التيك فريكوينسي على رقم 1 عشان كل خطوة للمؤشر تكون بمقدار 1. وكمان نظبط المينيمم والماكسيمم. المينيمم على 0 والماكسيمم على 2، ده معناه ان المؤشر هيقدر يتحرك بين الصفر والاتنين بس. دلوقتي بقى عايزين نحط الصورة جوه البيكتشر بوكس. هنقف على البيكتشر بوكس ونروح على خاصية الايمج في البروبرتيز، نلاقي كده 3 نقط جنبها، نضغط عليهم يفتح لنا بقى نافذة صغيرة كده هنختار منها كلمة import. بعد كده نروح للمكان اللي الصورة موجودة فيه على جهازنا، هنختارها ونضغط اوكي. هتظهر بقى الصورة دلوقتي جوه البيكتشر بوكس. ممكن نكبر او نصغر الصورة شوية حسب ما احنا عاوزين. دلوقتي بقى نقف على الليبل اللي احنا ضفناه فوق ده ونروح على خاصية التكست في البروبرتيز بتاعته، نكتب بقى قم بتحريك المؤشر يمين او شمال لتكبير او تصغير حجم الصورة. دلوقتي بقى انا هقف على تراك بار لان ده الاداة اللي هتتحكم في تكبير او تصغير الصورة. علشان نخلي حاجة تحصل لما نحرك المؤشر لازم نفتح الحدث الخاص بالتراك بار. الحدث بقى اللي احنا هنستخدمه هنا ان كل مرة لما نحرك المؤشر هينفذ الكود اللي هنا. تبقى هنيجي نكتب الكود جوه الحدث اللي هو اسمه تراك بار سكرول. اول حاجة بقى نستخدمها هي if statement. اقول if تراك بار ده 1.value بيساوي 0 then معنى السطر ده لو قيمة التراك بار المؤشر كانت 0 نفذ الأوامر اللي بعد الزن. بمعنى تاني احنا بنحدد شرط لما المؤشر يكون في أقصى الشمال اللي هو 0 هنخلي الصورة بحجم معين، مثلا العرض 200 والارتفاع 150. دلوقتي بقى جوا الشرط ده هنحدد حجم الصورة. عشان بقى نغير عرض الصورة هنكتب بيكتشر بوكس 1 ده دوت الويدث بيساوي 200. ده معناه خلي البيكتشر بوكس ده اللي هو فيه الصورة بتاعتنا 200 بكسل. عشان نغير ارتفاع الصورة هنكتب بدل ويدث الهايت بيساوي مثلا 150. ده معناه خلي ارتفاع البيكتشر بوكس ده 150 بكسل. يعني ببساطة أي قيمة نكتبها في الويدث والهايت نحدد حجم الصورة جوه البيكتشر بوكس. معنى الكود ده لما المؤشر يكون على القيمة 0 حجم الصورة هيتحدد بعرض 200 وارتفاع 150. وكده احنا جهزنا أول حالة لتغيير حجم الصورة حسب قيمة المؤشر. دلوقتي بقى هنعمل حالة تانية للتراك بار. هنستخدم نفس فكرة الكود اللي احنا كتبناه قبل كده بس المرة دي للقيمة 1. ممكن نعمل نسخة من الكود اللي احنا كتبناه ده ونغير فيه القيمة والحجم. وكده معنى الكود لما المؤشر يبقى على القيمة 1 حجم الصورة هيكبر ويكون العرض 300 والارتفاع هيكون 200. يبقى هنعمل الحالة التالتة للتراك بار زي ما عملنا قبل كده بس هنغير بس القيمة ونخليها 2. وكده معناه لما المؤشر يبقى على القيمة 2 حجم الصورة هيتغير ويكبر بحيث يبقى العرض 400 والارتفاع 300. وبكده نكون غطينا كل القيم الممكنة للتراك بار. الصورة هتكبر أو تصغر حسب مكان المؤشر. دلوقتي بقى احنا كتبنا الكود عشان نغير حجم الصورة حسب قيمة التراك بار. هنا عندنا 3 if statement. لو القيمة 0 حجم الصورة هيبقى 200 في 150. لو القيمة 1 حجم الصورة هيكون 300 في 200. لو القيمة 2 هتكون حجم الصورة 400 في 300. يلا بينا بقى دلوقتي نعمل ستارت او نضغط على رن كده عشان نشوف البرنامج شغال. جرب كده نحرك المؤشر على التراك بار ده ونلاحظ الصورة بتكبر او تصغر على طول حسب مكان المؤشر. هتشوفي كده الفرق بين القيم 0 و1 و2 وحجم الصورة وهي بتتغير مباشرة. كده نكون خلصنا وعرفنا ازاي نكبر او نصغر الصورة في فيجوال بيسك باستخدام التراك بار. اتمنى تكونوا استفدتم كتير واشوفكم في فيديوهات جاية ان شاء الله. سلام.